أهلا بكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بالجميع. تزامنا مع هذا الدخول نتاع العام الجديد اللي راه على الأبواب في ظرف يومين أو 3 أيام، حبيت ندير معكم هذا الفيديو اللي كان تحت طلب العديد من الأخوات اللي قالوا لي إكرام شاركي معنا تخطيط لبداية السنة وشاركي معنا يعني أفكار حول بداية السنة. وثاني راني نشوف العديد من يعني الناس اللي راها تهضر في المواقع الاجتماعية على هذا النقطة بالذات نتاع التخطيط والأهداف وسنة الجديدة ونيو يير وما إلى غير ذلك. اولا نقدم لكم نفسي اللي ما يعرفنيش ولا اللي يفوت جديد على هذا الفيديو. معكم دكتور بغرارة إكرام، دكتورة في علم الإنسان. العام الماضي في مثل هذه الأيام، في مثل هذا الأسبوع، درت معكم الفيديو غادي نخليه لكم هنايا الفوق وتجبروه كذلك الأمر في صندوق الوصف حول الانطلاقة في السنة الجديدة، وكان يتمحور حول الاستغفار وهي الرؤية نتاعي يعني السنة نتاع العام اللي فات، وذلك من أجل مساعدة الجميع، مساعدة نفسي وأكيد مساعدة الجميع باش يكون هناك عام جديد. والاستغفار كان بهدف يعني تنظيف الإنسان من الذنوب والتكفير عن الأخطاء، وكذلك الأمر الاستغفار يحقق العجب كما اللي سبق لي وشاركت لكم كل شيء موجود في الفيديو. كان هذه الفكرة نتاع أني نخطط للسنة الجديدة ألغيتها من قاموسي منذ العام اللي فات. يعني العام اللي فات ما هدرت لكمش على التخطيط، هدرت لكم على الاستغفار وكيفية تحقيق يعني الأماني، وكيفية تحقيق العجب من خلال الاستغفار، وكيفية تحقيق كل ما نريده من خلال الاستغفار. لأني صراحة التخطيط أصبح بالنسبة لي وكأني أدخل في الأمور الغيبية. يعني مش عيب أن ندير أهداف في الحياة، أكيد اللي كنا عايش بدون هدف وكأنه عايش كالحيوانات يأكل ويشرب، لأنه الهدف يختص رب العالمين خصه بالإنسان لما له من عقل يفكر ويخطط وينتج. صراحة أنا 2022 كان لي فيها حصاد وفير. هذا الحصاد نتاع الأهداف اللي حصدتها وكان كلها إيجابا، ولذلك قررت أني نشارك معكم الطريقة اللي تقدروا أنا درتها وتقدروا تتبعوها، بما أنه أجدت معي وكانت بالنسبة لي يعني حققت لي الأهداف قاع اللي درتهم. مشي لاني تمشيت بوفق خطه معينه، لا، لاني الاهداف اللي رسمتها والاهداف اللي راني كنت دايرتها اصلا اللي حققتها كلها ما كانش يعني هدف درته وما تحققش، لكن هذا الشيء تاع التحقيق تاع الاهداف ماشي انا لخاطر عرفت نخطط ولا عرفت ندير نتمشى وفق يعني مبادئ معينه ولا وفق يعني زمن معين او خطه معينه، لا، هذا الامر تحقق بفضل اني كنت رابطاته ب كما قلت لكم اولا بالاستغفار تاع العام اللي فات اللي راح بفضله الانسان ينظف، يدير التنظيف الداخلي والخارجي، لانه بعد التنظيف الداخلي تولي الرؤيه تاعك تبدل، تولي الرؤيه نتاعك تشوفها بطريقه كليه للهدف. أحاول أن أتكلم بلغة بيضاء هكذا لكي يفهم الجميع، أحاول أن أبسط الأمر لكي يفهم الجميع. أتمنى أن توصلكم الفكرة. المهم كما اللي قلت لكم قبل، منذ السنة الماضية قررت أني ما نخططش ولا أؤمن أني أخطط من أجل بداية سنة ولا من أجل بداية عام جديد. أؤمن بأني أضع هدف يعني
في الفترة اللي راني فيها، في الوضع اللي راني فيه، في ما أحتاجه. يعني أريد منكم أن تضعوا أهدافا وما تربطوهاش بداية السنة. أنكم تقرروا مثلا أنا راني سمينة، باغي نقص الوزن تاعي، ما نستناش حتى يجي 2023 جونفي 2023 ونبدا ندير الريجيم. نبدا اليوم، معليش نبدا في هذه الساعة اللي راني هضرت عليها، درت في بالي الريجيم نقص يعني الوزن تاعي، فما نستناش حتى يجي 2023 باش نبدا. هذه الفكره اللي نحب نقولها لكم، لانه غدا اصلا 2023 باقي له 3 ايام ولا 4 ايام، ما كاش لا راه عارف ان هاد 4 ايام واش راه غادي يصرى، ما كاش لا راه عارف غدوه واش كاين، وما كاش لا راه عارف يعني العالم واش راه غادي يقعد كما اللي راه، واش راه غادي يضربونا بصاروخ ويطيح علينا السماء تطيح تمشي مع الارض، واش راه غادي يضربونا بالنووي ونقعدوا حيين ولا نموتوا، ولا غادي يضربونا بفيروسات وتموت نصف البشريه كما اللي صرا هذه عامين. فلذلك نقول لكم انك دير تخطيط هكا وتقول باللي هذا التخطيط نتاع العام الجديد ومنه غادي ندير هذه وهذه. ما أنا لا أؤمن بهذا الأمر. أنا أؤمن أني أضع هدف يكون يعني بعيد طويل المدى، المدى تاعي يكون بعيد. مثلا ندير هدف مهم، كل إنسان عنده هدف في الحياة، ويكون معه أهداف صغيرة ترتبط بعلاقتك مع الأسرة نتاعك، علاقتك مع الصحة نتاعك. لازم الإنسان دايما يخمم، يقعد مع روحه ويخمم الصحة تاعي أين هي، يعني وين راني مع الصحة تاعي. لذلك أنا مثلا هذه السنة قررت أني بما أني قفلت الثلاثينات والآن راني مسؤولة على طفلين، فيجب علي أني جو في اتونسيون على واش ناكل، واش العادات اللي راني نديرهم في التغذية. هذه صراحة من بين الأمورات اللي راها شغلتني مؤخرا، ونحاول أني أحاول أني أركز عليها كثيرا. وهي عبارة عن عادات الإنسان يكتسبها. نعم هي هدف، لكن في إطار تحقيق هذا الهدف غادي نتبناو عادات شرب الماء، نتبناو عادات التخلي على الخبز، نتبناو عادات السكريات نقلعوها من القهوة ومن الأكل وكل شيء. هي عبارة عن عادات ومهارات يعني نعود نفسنا عليها ونكتسبها من أجل تحقيق ذلك الهدف، لأن تحقيق الهدف يرتبط بالعادة وبالمهارة. هذا الشيء اللي لازم أي إنسان يعرفه. وتحقيق أي هدف دايما خاصنا نديرو في بالنا. مثلا انا علاش راني باغي ندير ريجيم باش صحتي تقعد مليحه، باش نقدر يعني مثلا دركا كي راني نصلي ما نقدرش نطلع، ماشي دركا قبل ما نبدا الريجيم، وقتش نقدر نطلع كانوا ركبي يوجعوني وكل شيء. فقررت اني ما لازمش هكا. لازم اصلا احنا كون نجيو نشوفوا في الدين نتاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ثلث لاكلك وثلث لشربك وثلث لنفسك، فمقسمها ثلاث، يعني ما تاكلش كلشي حتى تشبع. والانسان خاصه كي يكون ياكل يخمم ويركز مع روحه هكا باش ما تكونش نتيجه ماشي مليحه. وكذلك الامر يعني اي هدف، عندنا نعطيكم مثال تاع السمنه ماشي، وهذا قيس على ذلك. اي هدف الانسان يكون باغي يحققه ما لازمش عليه يربطه بافراد. قال انا باغي نقص الضعفيه تاعي، السمنيه تاعي، باش نعجب زوجي، ولا باش يرضى عليا فلان، ولا باش يعني انتقم بنت عمتي اللي قالت لي ياسمينه في واحد العرس ولا في واحد القعده. ولا لا يجب علي ان اربط اي هدف كان باشخاص معينه، لخاطر كون حتى توصل للنتيجه نتاع هذاك الفعل نتاع الهدف اللي راك غادي تحققه، غادي ما توصلش فرحان، وما توصلش باللي درت حاجه ليك وتكون فيغ دو توا، تكون مفتخر بنفسك. لكن غادي توصل تقول صاي حققتها، ما تجيكش هذيك النشوه عادي. وعاده ما اللي يربطوا اهدافهم باشخاص ما يوصلوش للنتيجه، ما يحقوش نتائج كبيره. كذلك الامر في هذه النقطه نتاع الاهداف اللي نديروهم. اي كل انسان وكيفاش راه عنده الاهداف نتاعه الصغيره، كل واحد وكيفاش يديرهم حسب
الوضع نتاعه يعني الاجتماعي حاليا كيفاش راك. مثلا انا عندي 2 اطفال مسؤوله عليهم. مثلا الطفل نتاعي الكبير بدا يعرف وكاع. من بين الاهداف نتاعي اللي لازم نديرها في الوقت الحالي انه ندير وقت خاص او خطه خاصه بهدف يعني خاص بولدي، باش نكون معاه وقت كبير، وثاني ألقنه وأعلمه كل ما يخص اللغة العربية، و يعني أمور تاع الدين، صلاة، مهم التربية الحسنة. فوالا نهضر معاه نفهمه. فيكو أنا راكم عارفين باللي نعيش في دولة غير مسلمة أوروبية، لازم عليا يعني أخذ الحذر نتاعي في هذه النقطة بالذات، لأنه لو كان ما تكونش حذر راح يفوتك القطر. وبما أنه المدرسة بالفعل واحد على حسب الموقع نتاعه، كذلك على حسب الحالة الاجتماعية نتاعه، يعني حسب الماديات. يعني لازم الأهداف اللي نديروهم يكونوا في الواقع، مستمدين من الواقع نتاعنا. ماشي قال أنا ما عنديش في جيبي حتى 1000 ونمشي نتبنى اهداف نتاع فلانه يوتيوبرز ولا واحد فريلانس دار اهداف. هذوك الاهداف يحتاجوا دراهم باش تبدا، يعني تبدا فيهم باش ترياليزيهم، باش في الاخير تدي النتيجه نتاعهم. لا، انا ما عندي حتى 1000 في جيبي نحوس كش نجيب ال1000. قال انا هذا المهم ما نتبناوش حاجه نتاع سمعناها وشفناها، لانه لا الواقع نتاعنا يسمح لنا، لا الارضيه تاعنا الحاله الاجتماعيه والماديه والاقتصاديه تسمح لنا. لازم باش يكون كاين هناك نتيجه، لازم نطبقوا على ارض الواقع. قال ما نمشيش نشوف حاجه بعيده عليا، نشوف على حسابي هكا غير بشويه بشويه. شوفوا، ما عنديش ال1000 اليوم باش ندير مشروع كبير، نبدا نجيب ال1000 باش نقدر نانفستي في مشروع. هذه هي كيش نجيب ال1000. نشوف الطريقه اللي تخرجني. ماشي انا قال ما نخرجش كاع من الدار وباغيه مثلا ندير تجاره كبيره اللي لازم لها ندير التنقل بين الولايات، ولا ندير حاجه اللي لازم لها اني نبان فيها، وخاصني نخرج ونمشي مثلا خياطه نجيب ذي ونجيب ذي. نشوف انا على حساب، هذه عطيتكم غير امثله، نشوف انا على حساب واش نقدر ندير، والان دروك واش نقدر ندير. لانه تختلف بين مثلا انا ما نقدرش انا وعندي مسؤوليات الاطفال، ما نقدرش نزيد حاجه كبيره، يعني مشروع كبير كبير اللي نقدر ندخل فيه في الفترة الحالية، إلا إذا كان تمشيت واحد الفترة وقبضت الروتين تاعي هذه اللي راني نقول لكم عليه، باش نشوف وقت الفراغ نتاعي لا نقدر نزيد حاجه واحده اخرى. هذه هي الانسان لازم. انا نعطيكم امثله، يعني ماشي لازم تطبقوا هذه الامورات كما اللي راها. كل واحد قلت لكم وعلى حسب الموقع نتاعه في المجتمع حاليا. باش توصل تحقق اي هدف خاص يكون عندك الاراده نتاع الشيء هذاك باش تحققه. ثانيا امور الاراده خاص يكون عندك الانضباط. يعني لازم كي دير هالهدف هذاك وراه عندك الاراده سي بون، يخص يكون عندك الانضباط دائما. ماشي قال اليوم لما درتهش معليش، الا في حاله يكون عندك حاجه يعني فوق جهدك ما تقدرش دير هذاك الامر اللي معليش تقدر امورات. هي الاراده والانضباط والاستمراريه، يعني يوميا نخدموا ذاك الامر، يوميا نخدموا ذاك الامر. والنقطه الكبيره اللي نركز لكم عليها باش تقدروا تحققوا اي هدف انسان يقدر يحققه هو العزله. يعني باش نتعلم مهاره يجب علي ان اضع نفسي في عزله، يعني ندير روحي في قوقعه ونبلع على روحي باش نقدر نركز غير في روحي. انا نركز في روحي، ما نركز حتى في حاجه واحده اخرى. اللي بغى يطلع، اللي بغى يهود، اللي بغى يلم ديك الحاجه، اللي بغى مثلا انا ما نحوش واحد راه غادي يناقش ولا واحد راه غادي يشري سياره هذا الايامات ولا لا. انا يجي النهار وقتاش نشري السياره نركز على روحي، نلم مبلغ نتاع السياره، ولا نعمل باش نقدر نشري السياره، ولا نخدم باش نقدر نناقش الاطروحه نتاعي، باش في الاخير يجي النهار وقت انا وين
نرياليزي داك الحلم. اذا واش ندير؟ نركز على روحي، نركز على نفسي، اعيش في العزله ما هي؟ اني اعتزل اولا كل الملهيات والمشتتات، من بينهم الهاتف اللي أصبح اليوم يعني يشكل خطورة كبيرة. وهذه تاع الهاتف ولا المشتتات ولا الصراحة اللي غادي نقولهم لكم ما تجيش بين ليلة وضحاها. ماشي قال أنا مثلا نبات قاعدة سهرانة بات سهرانه مع البليشنا مع مواقع التواصل الاجتماعي بين ليله وضحاها، نقول انا صاي غادي نبدا غدوه نبلع. ما تقدرش، امبوسيبل، باسكو هذاك ادمان. وباش تقدر تتخلى عليه يعني بروغريسيفمون، تمشي تدريجيا باش تقدر تتخلى على هذاك الادمان اللي يكون عندك. كذلك ماشي غير الهاتف، كذلك التليفونات، شيخات في التليفون، الامورات. مهم راكم تعرفوا الصوالح كل واحد فاش ربي داير له الشوبينغ، كاين اللي داير له. المهم كل واحد، الانسان لازم دروك يقول بلي الوقت واسفري، الوقت راه يفوت دركا. واش ندير؟ خاصني نتلاها بروحي باش نوصل. واش ندير؟ خاصني نتعلم المهارات اللي يوصلوني لهذاك الهدف، وكل يوم كل يوم كل يوم تولي هذيك المهارة تمارس فيها ودير فيها وتولي لك كيما العادة، تولي متعود عليها. وفي الأخير هي راح تديك باش تحقق ذلك الهدف نتاعك. فهذو هما الامورات اللي انا حبيت نشاركهم معكم، ونقول لكم باللي اي واحد يكون عنده هدف ما يستناش يعني 2023 يدخل باش يحققه. هذا الفيديو صالح في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمن باش تحققه. عاوده غادي تسمع عده امور راني شاركتها معكم. واي انسان يكون عنده رؤيه، يعني رؤيه يكون رؤيه، كي نقولوا رؤيه هي هدف باش يحققها لازم ينوض ويخدم، لازم يشمر على يديه ويبدا يخدم كل يوم شويه كل يوم شويه كل يوم شويه. في الاخير راح غادي يحقق النتيجه ويوصل للهدف نتاعه اكيد. الان راح نحضر معكم ان شاء الله باش ما نطولش وما يجيش الفيديو ممل. راح نحضر معكم سلسله باذن الله هكا باش دائما نقعد معكم في تواصل. نحضر معكم سلسله نفتح مثلا كاع هذه النقاط اللي قلتهم لكم تاع التطوير الذاتيه، وكيفاش غادي نوصلوا الاهداف نتاعنا. مثلا الاراده، كيفاش ندير اراده كبيره ليا، ما هي الدوافع اللي تخلي الاراده تاعي تقوى، كيفاش نحفز روحي، كيفاش نكون مسؤول. مثلا قلت لكم انا النقاط اللي درت لكم عليها هي انك تكون في العزله. باش تحقق الهدف تاعك لازم تعتزل. ثانيا الإرادة. ثالثا خاصك تكون يعني منضبط، مسؤول على الأمر هذاك. لازم تكون منضبط إلى آخر درجة. الانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط. كذلك الاستمرارية هي سر كبير باش تحقق هذاك الأمر. وراني قلت لكم لازم يكون الإنسان يطبق هذه الأمور كاع في أرض الواقع. لازم يعرف بلي هذه الأرضية مهيئة لي باش نحقق هذا الهدف ولا ماشي مهيئة لي. فكل واحد يختار الأهداف نتاعه بناء على الواقع المعيشي نتاعه. وعلى هذه اللي بغيت ندير معكم هذا الفيديو. وراح يكون هناك سلسلة نتاع التغيير في 2023 ونمشي معكم شويه بشويه نقطه بنقطه ان شاء الله باذن الله. وانا كذلك الامر راني معكم في هذا الامر. واكبر حاجه الانسان يكون يعني نوصيكم عليها هي تربطوا الاهداف نتاعكم بالاخره. مثلا لما علاش انا راني باغيه نحسن من روحي، علاش انا راني باغيه نقرا، علاش انا راني باغيه. خاصكم دائما يكون عندكم الربط بين هذا الهدف الدنيوي والهدف الاخروي اللي رانا باغيين نمشيو عليه. باسكو علاش اكبر حاجه خاصنا نخمو عليها هي غدوه كي نموتوا واش راح نديو معانا. خاصنا نخمو واش رضينا رب العالمين في هذا النهار ولا ما رضيناش، واش صلينا، واش درنا اوقاتنا كما ينبغي باش نوصلوا نحققوا الاهداف الدنيويه. لازم علينا نربطوها بالاخره، وهكا يكون عندنا نكونوا من اصحاب الدارين هنا وفي الاخره باذن الله. ولذلك انا زكاة عن نفسي نقول لكم ديروا لو كان غير
غير مثلا غير حاجة هكا حاجة ديروها لرب العالمين، تكون خالص النية لرب العالمين كهدف، ومن أجل إرضاء رب العالمين، ومن أجل تحسين الذات، ومن أجل مباركة يعني ربي باش يبارك لكم في الأهداف نتاعكم في الدنيا في هذا العام. و يعني مش غير في هذا العام، في دائما يبارك لكم في الهدف نتاعكم وتحققونه بإذن الله. وهذا أكبر حاجة نوصيكم عليها بعد الشيء اللي قلت لكم صرا لي في 2022 وحققت جميع الأهداف نتاعي. كان هذه هي النقطة بالذات التي ركزت عليها، هذه هي النقطة الأخيرة اللي ركزت عليها كثيرا، وسوف أشارككم كل شيء في الفيديوهات المقبلة بإذن الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابونيو وتشتركوا وديروا لي لايك وتخلوا لي تعليقكم باش نعرف باللي عجبكم هذا يعني هذا النوع من الفيديو، ونواصلوا بإذن الله في هذه السلسلة. إلى ذلك الحين أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.